استنوا كده الاول نجهز حبة التلج في الشوب بتاعنا الجميل، وكمان ننزل بالبيبس بتاعنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع يوميات حنان في المطبخ. النهارده هنعمل بطاطا بالبشاميل، حاجة كده روعة، تحلية بسيطة وسهلة ومفيش جمال احلى من كده. هنجيب البطاطا بتاعتنا ايا كان بقى قد ايه، هنقشرها ونقطعها حلقات بالشكل ده. في حلة حلوة كده على النار هننزل بالبطاطا بتاعتنا وعليهم حبة سكر. حبة السكر دول قد ايه؟ هنضيف نص كوباية سكر، وكمان معانا نص كوباية مية، يبقى هنضيف سكر ومية. هنسيبهم بقى على جنب على البوتاجاز. هنجهز الصينية بتاعتنا بعد ما البطاطا بتاعتنا استوت. هنهرسها بمعلقتين سمنة بلدي. وليه سمنة بلدي؟ علشان هنا الطعم بيعمل معانا حاجة كده روعة. تمام. جهزنا بشاميل بتاعنا، بس البشاميل هنا مسكر. الفيديو مختصرة فيه كتير علشان الوصفة سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي تعقدات ولا صعوبة. بعد ما ننزل بطبقة البطاطا، بعد ما ندهن طبعا الصينية بتاعتنا بمعلقة سمنة حلوة كده، هننزل عليها بالبشاميل الجميل بتاعنا. البشاميل عبارة عن ايه؟ هنجيب 3 معالق دقيق في 3 معالق سمنة، هنشوحهم على البوتاجاز لحد ما يتحمصوا معانا. هياخدوا لون ذهبي طبعا علشان الدقيق بتاعنا لازم يتحمص. ننزل عليهم بلتر من الحليب. تمام. هتفضلي تقلبي وتحط عليهم السكر زي ما انت حابه. تمام. انا اخده معايا كوبايه وشويه، يعني كوبايه ومعلقه كده. ضفت عليهم باكت فانيليا لحد ما تقل معايا. قعدت احرك فيه على النار لحد ما تقل معانا بالقوام ده. حطيته بقى بعد ما حطيت طبقه البطاطا المهروسه مع سمنه بلدي، نزلت بطبقة البشاميل. وبعد طبقة البشاميل ضفت عليهم معلقة سمنة صفرة علشان تديني لون جميل زي ما شفتوه في بداية الفيديو. الوصفة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة، وكده خلصت معانا. هندخلها الفرن، كل حاجة فيها جاهزة، هتاخد بس يا دوبة وشها كده جميل وحاجة كده روعة قرمشة في الفرن.